غلطة بنعملها كلنا بتأثر على صحتنا في موضوع شرب المية. امتى بنشرب المية؟ ايه هي كمية المية؟ النهاردة هقول لكم بالتفصيل في الفيديو كل الإجابات على الاستفسارات اللي انتوا عايزين تعرفوها علشان تخسوا صح على الميزان. يلا بينا. لازم نشرب كل يوم من 2 ل 3 لتر ميه في خلال اليوم كله، ويكونوا متوزعين على اليوم. يعني كل مثلا ساعه اشرب كوبايه، كوبايه ونص، كوبايتين، لحد ما اخلص الاتنين لاتنين ونص لتر ميه، بالكتير 3 لتر ميه. ما زدش عن كده خالص اثناء اليوم. واعمل في حسابي ان من ضمن اكلاتي بيبقى فيها ميه. يعني لو كلت خيارايه، ما الخيار ده فيه ميه. لو كلت شمام ولا بطيخ، ما هو اصلا فيه ميه. اما احس بالعطش بشرب، لما احس بالجوع باكل. اشرب ميه قبل الاكل بنص ساعه. اجيب كوبايه ميه واشربها. هيخليكي تحسي بالشبع اسرع مما انتي ما تكونيش اصلا شاربه ميه خالص. بعد الاكل بساعتين ابدا اشرب ميه تاني. ما اشربش ميه اثناء الاكل علشان ما اخففش من حمض المعده اللي بيساعد معاكي ان انت تهضمي الاكل كويس. لما بتحطي على الحمض بتاع المعده الميه اللي بتشربيها اثناء الاكل دي بتخفف الحمض، فبتخلي الهضم بتاع الاكل يبقى بطيء، فيحصل معاكي اسهال، امساك، وعكه، انتفاخ. ما يحصلش هضم تمام وكويس، فما تعرفيش تخسي على الميزان كويس. كل ما خليتي جسمك يشتغل كويس بشويه تريكات بسيطه هتلاقي نفسك بتخسي بسهوله من غير مجهود. في ناس بتخس اول ما تعمل رجيم، وفي ناس بتفضل تعاني في الرجيم علشان تخس. بالتركات البسيطه اللي انا بقولك عليها في الفيديو هتقدري تخسي من غير ما تكوني بتعاني. هتغيري حياتك في 10 ايام فقط. ده انا يا دكتوره لما انت قلتي نشرب ميه رحت جاي شارب 5 لتر ميه. طب ما ده غلط، ده الموضوع ده ممكن يموت يا جماعه. خلي بالكم، يعني انا مش عايزه نصايحي تتاخد اوفر عن اللي بتتقال. يعني انا دلوقتي قلت هنشرب 2 لتر ميه، 2 ونص، 3 لتر ميه متوزعين خلال اليوم. ما تجيش انت في ساعتين 3 تشرب 5 لتر ميه عشان اخس بسرعه. لا، 5 لتر ميه في اليوم ممكن يعمل تسمم. ليه؟ لان الصوديوم في الجسم هيحصل له دايليوشن، يعني هيخف. عارف زي ما تجيب ملح وتحط عليه ميه 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 ميه، فبقى الملح خفيف قوي في الجسم، في الصوديوم اللي في الجسم قل خالص معدله، فالمخ يتورم وتحصل حاله وفاه. 5 لتر ميه خلال ساعتين لثلاث ساعات يعمل وفاه. خلوا بالكم، الافراط في كل شيء غلط. كل حاجه صح تعملوها زي ما انا ما بقول. يعني انا بقول نشرب كل ساعتين كوبايه لكوبايتين، مش 5 لتر ميه. طيب الميه لو انا حطيت عليها صبح عصره ليمونه، جميله جدا، بتقلل من الكوليسترول، بتحسسك بالشبع باقي اليوم. الميه عليها عصره الليمون دي مش مصدر جيد لفيتامين سي، ومش بتهدي الاعصاب. عايز تهدي الاعصاب بتشرب ينسون. هي بس بتقلل علو السكر في الجسم 15%. يعني بتخليك تحس ان انت بتبقى مش جعان، مش مقبل على الاكل، بتسد الشهيه شويه. طيب احنا في الصيف وفرصه ان كلنا اصلا بنروح المصيف وبننزل البحر. الميه بتاعه البحر مفيده لجسمنا يا دكتور ولا لا؟ اه مفيده. الميه بالملح بتحسن من الجلد، من البشره، بتخلي البشره، سبحان الله ربنا خلق لنا كل شيء ايه في خير. ميه البحر بتخلي البشره ناعمه، تصبح اكثر نعومه. تاني حاجه هي قاتله للبكتيريا. رائع. مش بيقولك مثلا لو انت عندك جرح والجرح ده انزل الميه هيتبل. لو انت من الناس اللي بتعرق كتير قوي، يعني تلاقي ايديك كده مليانه ميه، مش في ناس بتيجوا تسلموا عليهم تلاقي ايديهم كده غرقانه ميه، واحد عمال كل شويه ينشف في ايده. لو انت من الناس دي يبقى لازم تشرب ميه كتير، غير اللي مش بيعرق كتير. كل واحد لازم فينا يبص لجسمه ويسمع للاشارات اللي بتحصل له. جسمي غير جسمي غير جسمه وغير كل واحد، وله طبيعه في جسمه، ومفيش قانون محدد. بس لو انت لقيت نفسك من النوع اللي بتعرق كتير يبقى تشرب ميه كتير عشان ما يحصلكش دي هايدريشن. يعني الميه اللي في جسمك تقل وتنزل. لو الميه قلت ونزلت الحرق هيقل، هيحصل ان انت هيبقى شيخوخه، عجز، الجلد يكرمش، تلاقي فيه الخطوط اللي حوالين العين، الوظائف مش بتبقى شغاله كويس من غير ميه. ازاز الميه البلاستيك يا جماعه دي ممنوع نهائيا. لازم تشرب فيه زجاج، يا اما زجاجه ازازه زجاج، يا اما كوبايات زجاج. لان اكتشفوا علميا مؤخرا ان الناس اللي بتشرب فيه زجاجات بلاستيك او كوبايات بلاستيك او كوبايات الكرتون اللي بتجيبوها وترموها اللي هي الوان يوز دي، البلاستيك والكرتون ده بيتفاعل مع الميه جزيئات صغيره كده،
لقوا الناس اللي بتشربها في مخهم يعني جزيئات صغيره من البلاستيك ومن الكرتون بتبقى متفتفته فيها، انت ما بتبقاش شايفها بالعين المجرده. حافظوا على صحتكم وخلوا بالكم الحاجات اللي طلعت جديد، الافتكاسات اللي طلعت جديد دي بتأذي صحتكم، وفعلا بتعمل جزيئات في المخ، بتأثر بعد كده طبعا على الوظائف بتاعه المخ. يعني السرطانات انتشرت في الأطفال الصغيرين بسبب عدم التزامنا بالعادات الصحية. ارجعوا للقلة، كانت بتسقع ميه، كانت جميله. المهم يعني مش هتاخدوا القله يبقى ازاز، ممنوع البلاستيك نهائيا، ممنوع الكرتون نهائيا. طول ما انت البول بتاعك لونه برتقالي اعرف، وهو مائل الى البرتقالي، اعرف ان انت تمام في صحه جيده. اما تيجي تشرب الميه ما تشربش ميه وانت واقف. اما اشرب كده اوعى تشرب الميه وانت واقف ابدا. اقعد، اهدى، اشرب مره ونزل، ابلع، 2، 3. شرب الماء لازم يكون كما أمرنا رسولنا الكريم على 3 مرات وأنت جالس. ليه؟ لأن شرب الماء وأنت جالس بيبقى الجهاز الباراسمبثاوي في جسمك شغال. شوف، دي حاجة سبحان الله ربنا أوصانا بيها، وفعلا طلعت حاجة علمية. أنا وأنا قاعد ببقى هادي في وضع السكون، يعني الجهاز الباراسمبثاوي هو اللي شغال، فبيبقى توزيع المية في الجسم زي ما جسمي محتاج لها، على الحاجات اللي جسمي محتاج لها في الاعضاء وفي الوظائف بتاعتي. وانا واقف يبقى الجهاز السمبثاوي شغال، يعني الجهاز المسؤول عن ان انا امشي اجري، الجهاز اللي بينشط النشاط. فعارف زي ما انت حاطط مثلا حله ميه على النار فبتغلي، فهتيجي تصب فيها فالحاجه هتتنطور منك بره، فهيحصل ايه لو شربت الميه وانت واقف والجهاز السمبثاوي شغال اللي هو النشاط؟ الميه هتتوزع مش صح في جسمك. هيحصل ايه؟ water disturbance balance. يعني disturbance of water balance يعني ايه؟ يعني توزيع الميه في جسمك مش متساوي، مش متوزع صح. فهمتني في الحته دي؟ اشربوا ميه وانتوا قاعدين يا جماعه. تعالوا نتكلم عن التهاب العظام وشرب الميه. كمان التهاب العظام يا دكتوره له علاقه بشرب الميه؟ والاعصاب كمان. يا جماعه شرب الميه بيغذي كل حاجه فيك. لما تخشوا الساونا، واحنا في الصيف بقى ورايحين تدلعوا نفسكم في البسين والساونا والجاكوزي الساونا، بعرق. طول ما انا بعرق اشرب ميه، طول ما جسمي بيديني اشاره ان انا عطشان اشرب. طب هو انا لو شربت ميه بليمون بعد كل وجبه هخس؟ لا، مفيش حاجه انت بتاخدها بتخسس، مفيش اكله بتخسس، مفيش شرب بيخسس. الخسسان بيجي نتيجه ان انت بتقفل ده شويه، مش على طول، علشان برضو الحرق ما يقلش. بتقفل بقك حبه، بتقلل من سعراتك، بتلعب رياضه، بتشرب ميه، بتنام كويس، فهرموناتك بتتظبط فبتخس. هرمونات ايه اللي بتتظبط يا دكتور؟ هرمونات الجوع، هرمونات العطش. لما الجسم بيبقى في حاله مستقره، كل الهرمونات الموجوده زي هرمونات الجريلين، الليبتين، اللي هي هرمونات الجوع والعطش، هرمون الانسولين مسؤول عن السكر، بيتظبط. ولما بيتظبط الجسم بيخس. كل الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن التوتر، بيهدى. انا اما اهدى هخس. كل الحاجات ديت اهدى ازاي؟ اهدى ان انا انام كويس، اهدى ان انا ما ابقاش متعصب طول الوقت، افرغ طاقتي في حاجه تكون مفيده. كل الحاجات دي بتخسس. لكن مش هشرب ميه بشويه ليمون فانا هخس، لا. الميه بليمون قلنا بتقلل الكوليسترول في الدم، الميه بليمون بتحسن الهضم، بتحميك من السرطانات. الليمون حلو قوي في الموضوع ده. طبعا قلنا عايزين نهدى، مش هنشرب ميه بليمون، لا هنشرب ينسون. انت عشان تهدى محتاج 4 لتر ونص ليمون علشان تهدى. يعني يا جماعه اللي عايز يهدي اعصابه، عندك الاشواجندا حلو قوي، بتاخد عودين كده وبتغليهم تشربيهم قبل النوم. لو انت من النوع العصبيه قوي تشربيها بتهدي، بتنامي في ساعتها على طول. جربوا الاشواجندا جميله جدا. جربوا اليانسون قبل النوم حلو قوي عشان نساعد على تحسين النوم. نصحى الصبح نشاط وحيويه وشغل، بالليل ننام عشان نحرق اللي احنا عملناه الصبح وناخد ثمره تعبنا طول النهار واكلنا الصحي. ما قلتش حرمنا من الاكل ابدا. انت ممكن تكوني بتاكلي واللي جنبك مش بتاكل ومش عامله رجيم وتتغاظ من الاكل الحلو اللي انت بتاكليه. لما تعملي الصبح بيضتين عليهم موتزاريلا. تعالوا نتكلم عن صديق القولون، السمك. والسمك اوميجا 3 مريح للمعده، ما يخليش فيه انتفاخ،
هتخسي معاه. كلوا مرتين لثلاثة في الأسبوع سمك مشوي. ممكن السمك دوت تعمليه بيتعمل في الفرن، يعني بيعملهولك اللي هو الصينية اللي فوقيه خضار، تحفة. 100 طريقة للسمك. تحطي سلطة جنبه، وتعملي بتنجان في البيت بس يكون مسلوق، وتحطي عليه ليمون، ملح هيمالايا. يعني اعملي المخللات المتخمرات بتاعتك في البيت وحطي عليها ملح الهيمالايا، وما تزوديش قوي الملح، وكليها حلوة قوي للقولون. معاكي كمان الافوكادو، الزبادي، الجزر، الجنزبيل، اعمليه واشربيه مريح جدا للمعده. النهارده كنت معاكم، واتمنى اكون معاكم كل يوم بمعلومات جديده وافيدكم واقدر اساعد حد. اكتبوا لي في الكومنتس اللي عايز اي مساعده او اي سعرات. ساعدت ناس كتير ولسه هساعد تاني. تاني حاجة في القولون كمان، انتي لازم تتحركي كويس. يعني ما ينفعش تبقي قاعدة في منطقة الكومفورت زون. الكومفورت زون دي بتاعة الناس اصلا اللي مش بني ادمين. يا جماعة احنا بني ادمين خلقنا لنعمل، ما خلقناش لنقعد على الكنبة. لازم تتحركي. مشي، رياضة، بتنزلي بتلعبي جيم، بتشيلي حديد، او انت بتشيل حديد، او انت بتعملي كارديو، تمارين سكوات، بتعملي تمارين جري في المكان، بتعملي زومبا، بتعملي تفتحي في البيت تمارين رقص، تمارين زومبا على الموبايل. مليون طريقة ممكن تعملي بيها أي حركة تحركي بيها معدتك. جري الدنيا جري دموية علشان تقدري تخسي، عشان تقدري تتخلصي من المشاكل اللي عندك نتيجة السمنة. ما احنا السمنة عملت لنا ايه؟ ضغط، كوليسترول، سكر، تعب في المفاصل، كل دوت. خلاص هنشرب المية كويس قوي عشان القولون بيحب المية. كمان ناخد البروبيوتيك علشان القولون ينتظم، علشان الهضم يبقى تمام. الاكلات اللي بتاخديها وتساعدك ان انت تريحي المعده خالص، وتريحي القولون، تريحي الامساك، الانتفاخ، الاسهال، كل الحاجات دي. الموز الني، تجيبوا الموز الني يا جماعه اللي هو المخدر ده، كله جميل جدا. الشوفان، التفاح، ويا ريت لو تسلقوا التفاح وتاكلوه بيريح جدا المعده. المتخمرات، تمام، خلي التفاح ونحطه على ميه وبنشربه. البطاطا الحلوه، البطاطا اشوها وكلوها، مريحه للمعده كده. مش دايما يقول لك البطاطا دي مريحاني، مريحه مريحاني. بذور الشيا حطوها على الزبادي او في طريقه حلوه قوي لبذور الشيا، بتعمليها في ميه وبتحطي عليها سكر دايت، او في لبن وبتحطي عليها سكر دايت وبتحطيها في التلاجة، بتبقى عامله زي المهلبيه وبتاكليها. بدل ما تروحي تجيبي مهلبيه بسكر ابيض وتزودي سعراتك وتتخني، لا اعمليها ببذور الشيا. طيب انت دلوقتي نظام حياتك سريع وعايزه تاكلي بين اصل رايحه من المستشفى للعياده، اصل انا نازله اجيب الولاد من الدرس، اصل بجيب طلبات البيت، اصل انا بشتغل وهرجع البيت بسرعه اطبخ، فباكل بسرعه. الاكل بسرعه دوت مؤذي جدا ليكي، لانه بيخليكي تبلعي هواء فيحصل انتفاخ في المعده ونرجع نشتكي من الغازات. تعالوا نتكلم عن الغازات. الغازات هي عباره عن تراكم الغازات في المعده، مش الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه سرعتها اولا هي مايله وبتنقبض وبتنبسط بسرعه، فما بيتكونش فيها غازات خالص الا لو حصل شلل في المعده، طبعا بعد الشر ايه عليكم. لكن الغازات بتتكون في المعده. الغازات بتتكون في المعده وبتعمل الانتفاخ دوت وبتعمل عسر الهضم بشويه حاجات كده. هساعدك فيها النهارده. اما تيجي تبلعي، اقعدي وكلي وامضغي وابلعي بالراحه. ممنوع تشربي مشروبات غازيه. كل الفقاعه اللي فيها دي غازات، بتملى بطنك غازات وبتتعبك، بتتعب القولون. الناس اللي عندها قولون تسمعني كويس. تالت حاجه الاكل الفاست فود اللي انتوا بتاكلوه، الحاجات المقليه والحاجات الصوصات والسكريات الكتير، او كل الحاجات دي بتعمل غازات. طب اعمل ايه علشان الغازات ديت ما تبقاش موجوده يا دكتور؟ اكل بالراحه، اقعد. ممنوع الفاست فود، ممنوع المشروبات الغازيه، ممنوع التدخين. التدخين ده غاز انت بتدخله، بتشفط، تمام. ممنوع العصبيه. انتوا مش بتلاحظوا ان في ناس اصلا رفيعين قوي وعندهم مغص في بطنهم ودايما معدتهم تعبانه؟ غازات، انتفاخ، وهو اصلا رفيع. اصلا ليه؟ العصبيه الزياده عن اللزوم دي. هو بيبلع هوا وهو بيتكلم، عمال يتكلم بسرعه بسرعه، يتكلم بسرعه بعصبيه، فبيبلع هوا وهو بيتكلم. كل الحاجات ديت بتخليك توصل لمراحل الغازات والانتفاخ والقولون. والقولون بيجي للناس رفيعين كمان، مش للتخان بس، بسبب الموضوع دوت. خلوا بالكم، كلوا بالراحه، اشربوا بالراحه.
عارفة إن القولون مضايق ناس كتير أوي، وأنا النهارده جاية برضه باتكلم باستفاضة وللمرة التانية عن القولون، لإنه بيتعب الرفيعين وبيتعب التخان، باحس بيه انتفاخ، باحس بيه إمساك، باحس بيه إسهال، باحس بيه مغص، يبقى أنا غالبًا عندي القولون العصبي. أبُص ألاقي نفسي أمّا باكل سلطة من السلطات التي لا تذوب في الماء زي الخيار، الخس، الجرجير، كل الحاجات اللي مش بتدوب ديّة في المَيّة. يعني إيه مش بتدوب في المَيّة يا دكتور؟ يعني مثلًا مش زي الكوسة، يعني الكوسة أنتِ تهرسيها كده تلاقيها دابت، بقت متفتفتة، لكن مثلًا هتيجي تهرسي خيارية هتدوب؟ لأ، خصاية هتدوب؟ لأ، الحاجات اللي هي لا تذوب في الماء. اللي هو انت بتحطيها في الميه مش هتلاقيها بتتفتفت، فبتبقى صعبه في الهضم على الناس اللي عندها القولون. انت عرفتي نفسك. الناس بتتعب من اللبن، خلاص اوكي بلاش لبن. تعملي ايه؟ قبل ما انام معلقه زيت زيتون كبيره. انت بقى اصلا مش طايقه طعم زيت الزيتون، طب ما انت بتاخدي ادويه، طب ما انت بتتوجعي وبطنك وجعاكي، طب ما انت عندك انتفاخ، عندك امساك، عندك اسهال، كل ده، طب مش قادره تشربي يعني المعلقه هي دي اللي مضايقاكي، وكل الحاجات اللي قبل كده دي مش مضايقاكي، مش عارفه تخسي على الميزان نتيجه الامساك. ما هو الدنيا واقفه، مشي الدنيا، اعتبريها علاج. تمام، خدي قراصية في يومك من 5 ل7 قراصية خلال يومك، واحسبيها من ضمن سعراتك، اكتبي لي في الكومنتس عايزه احسب سعراتي. هخليكي تخسي بسهوله وتعالجي القولون وتعالجي الامساك والدنيا هتمشي معاكي. لما تعملي البيتزا بتاعة البيض، لما يعني تبقى البيضتين مع اللي عليها جبنه موتزاريلا، عليها حته جبنه شيدر، معاها فلفل الوان، وتاكليها وتلاقيها بتمط كده، اللي معدي جنبك هيقول ايه ده انت عامله رجيم، ده اكلك حلو قوي، طب ما تديني حته. هتلاقي نفسك انت بتعملي اكل الناس اللي مش عامله رجيم متغاظين منه. فكري دايما ولاقي افكار حلوه، وانا هساعدك في دوت، وهقول لك على افكار حلوه قوي تبقي بتعملي رجيم ومستمتعه وتعيشي حياه صحيه للابد. مش الرجيم يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا شهر ولا اتنين ولا تلاته، انت لازم تستمري عليه العمر كله، عن طريق ان انت تلاقي البدايل اللي طعمها لذيذ، اللي يجي معدي حد من جنبك كده يقول لك الله حلو قوي، ما تديني حته، ده تاكل اكل حلو قوي في الرجيم بتاعها ده. طيب لو انا شربت ميه بخل التفاح، نحط على الميه خل التفاح، معلقه خل تفاح مع كوبايه الميه كبيره، طبعا دوت بيزود حمض المعده، يخليه قوي، يهضم معاكي البروتين كويس قوي، يخلي الهضم معاكي ممتاز جدا، وبيعالج معاكي الامساك.